مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ خلينا متفقين ان مهما الست كانت قوية ومهما الست كانت عندها ثقة بنفسها ومهما كانت شايفة نفسها، سواء كانت اجمل ست في الدنيا او اقبح ست في الدنيا، بتفضل في النهاية مرايتها الصادقة والدغري والواضحة هي جوزها، هي نصيبها من الدنيا كله. خليكي المراية الحلوة في حياة مراتك، خليكي المراية حلوة في حياة الست اللي في حياتك، سواء كانت أختك أو أمك أو بنتك. انت مرايتها. لو كل الكون قال لها انت أجمل الناس وانت جيت وقلت لها انت وحشة او انت فيكي ديفو معين او انت فيكي مشكلة معينة، هي هتنسى كل اللي سمعته، هتفضل دايما فاكرة كلمتك انت. ولو انت جيت قلت لها انت اجمل الناس وهي كانت على الحقيقة انسانة مش حلوة او مش جميلة، وانت اديتها ثقة بنفسها، والله الست بتحلى بالكلمة الحلوة، هتشوف نفسها اجمل ست على وش الارض، هتشوف نفسها ست النساء في عينيك وفي مرايتها اللي هي انت. طول ما انت مديها الثقة دي، طول ما انت مديها الدفعة اللي تخليها دايما حاسة ان هي احسن حد. لكن كلمة منك بتكسرها. مهما كانت الست قوية، مهما كانت الست عندها ثقة بنفسها، انت الاساس، انت اللي بتديها الدفعة وبتديها الامان وبتديها الثقة وبتديها جزء كبير من كيانها في ان هي حاجة لها لازمة، حاجة كبيرة في حياة إنسان واحد هو بالنسبة لها كل الكون، فأنت بالنسبة لها محور الكون. فما تكونش أنت القشة اللي بتقسم ظهرها، هي بيك من غيرك هي عارفة نفسها، بس كلمتك حقيقي بتفرق معاها. كلمة طيبة صدقة، وعلى أهل بيتك قبل غيرهم. باي باي.